في رومانيا في حاجة طبيعية كده زي الغسالة، شغالة بقالها أكتر من 200 سنة. فكرتها بسيطة جدا، برميل خشب مجوف واخد شكل القمع بيتحط في مجرى المية. المية تدخل من فوق وتعمل دوامة جوه البرميل. كل اللي الناس بتعمله إنهم يرموا الغسيل جوه، الهدوم تلف مع المية، الاحتكاك بخشب البرميل يخليها تتغسل وتتنضف. الغسالات دي منتشرة في القرى اللي فيها جداول مية كتير، والبراميل حجمها كبير جدا لدرجة إنهم يقدروا يغسلوا سجاد تقيل جواها. واللي يطمن إن جنبها رافعة زي ونش صغير كده تشيل السجادة المبلولة اللي وزنها بيزيد جامد. ولو السجادة متوسخة قوي ومش نافع معاها الغسلة العادية، في جهاز تاني شغال بالمية برضه بيضربها فوق وتحت عشان ينضفها تمام. بس الغسالة دي مش شغالة طول الوقت، هي مربوطة بارتفاع المية. فعادة أهل القرية بيتجمعوا مع بعض في وقت واحد ويغسلوا سوا. وفي قرى تانية بيحولوا مجرى المية لحاجات مختلفة ويقفلوه بس وقت الغسيل عشان يستفيدوا من المية على الآخر. تفتكر لو الغسالة دي كانت عندنا هنا، هل ممكن نغسل بالطريقة دي ولا نفضل الغسالات الكهربائية؟ قول لي رأيك في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.